history. غنائم إجرامية. لقد شهدت أفغانستان خلال 20 عاما من الاحتلال حوادثا مروعة انتهكت فيها القوات المحتلة جميع المبادئ الإنسانية. فقد مر بها قتلة لم يكتفوا باستشهاد المواطنين الأبرياء، بل عمدوا إلى بتر أجزاء من جثامينهم والاحتفاظ بها كتذكارات وجوائز يفاخرون بها. هذا فصل مظلم من التاريخ، ولا يزال حيا في ذاكرة الأفغان، وما تزال العدالة تطالب بكشف حقيقته وإنصاف ضحاياه. وهذه هي القصة الوثائقية الحقيقية ل3 من المدنيين الأفغان الأبرياء في مديرية ميوند بولاية قندهار، الذين استشهدوا في أوقات متفرقة على أيدي جنود الاحتلال الأمريكي في جرائم ارتكبت بمنتهى الوحشية والقسوة. وفي سجل الجرائم التي لا تحصى التي ارتكبها الجنود الأمريكيون، تبرز هذه الجرائم الثلاث التي اعترف بها مرتكبوها من الجنود الأمريكيين أنفسهم. كانت هذه فرقة خاصة من الجنود الأمريكيين أطلقت على نفسها اسم فرقة القتل. كان هؤلاء الجنود الأمريكيون 5 أعضاء في الفصيل الثالث من السرية برافو التابعة للكتيبة الثانية، وكذلك في الفصيل الأول من اللواء الخامس، وكانوا متمركزين في مديرية ميوند. عام 2010 الميلادي، اليوم 15 من شهر يناير، ولاية قندهار، مديرية ميوند. كان فتى في 15 من عمره يعمل مع والده في حقولهم الزراعية هنا، عندما اقترب منه 3 جنود أمريكيين وبدأوا يصرخون عليه بلهجة قاسية: لا تتحرك. لم يكن يعلم ما الذي حدث، وبقي واقفا في حالة من الذهول والحيرة. رفع يديه إلى الأعلى ثم جثى على ركبتيه. فأخذ الجندي الأمريكي جيريمي مورلوك قنبلة يدوية من أحد زملائه الذي كان يدعى غيبس، وقذفها باتجاه الفتى، وما إن انفجرت القنبلة حتى أمطروه ذلك الفتى اليافع بوابل من الرصاص، فأردوه قتيلا. وبعد لحظات قليلة أحاطوا بجثمانه كالذئاب الجائعة، وارتكبوا جريمة أخرى مروعة. نزعوا ملابس جثمان ذلك الفتى اليافع ورفعوا رأسه المفصول عن جسده بأيديهم، والتقطوا معه صورا تذكارية للتفاخر. ولم يكتفوا بهذا القدر من الوحشية، بل قطعوا أيضا خنصر اليافع بواسطة مقص، واحتفظوا به معهم على أنه غنيمة حربية. الشهيد فضل الدين هو ابن أخي، وعندما خرج إلى هناك كان برفقته ابني، والآخر ابن من ابن عمي، وهذا فضل الدين شهيد. كانوا جميعا في مقتبل الشباب. نادى عليهم الجنود الأمريكيون، وهؤلاء كانوا قد ركضوا إليهم. كنت أراقبهم من فوق سطح المنزل، وكان عدد من الجنود الأمريكيين يقفون هناك. خرج الشباب مسرعين من المنزل ولوحوا لهم بأيديهم. فقال 2 منهم لفضل الدين: لا تنهض. لكنه قال: إنهم ينادوننا. وما إن اقترب منهم وهم بالوقوف، حتى أطلق ذلك الجندي الأمريكي وابلا من الرصاص من سلاح رشاش، فسقطوا جميعا على وجوههم. واعترف أحد المشاركين في هذه الجريمة ويدعى هولمز بنفسه بارتكاب هذه الجريمة عام 2011 الميلادي، أي بعد مرور عام واحد.
الجريمة الثانية. في عام 2010 الميلادي، اليوم 22 من شهر فبراير، ارتكبت فرقة القتل التابعة للجيش الأمريكي جريمة أخرى، إذ أقدمت على قتل مواطن أفغاني يدعى مورتش آغا. قطعوا جزءا من رأسه وأخذوه معهم على أنه غنيمة حربية، ووضعوا جثمانه داخل كيس. لقد قاموا بإطلاق النار عليه داخل منزله وقت الظهيرة، ثم غادروا المكان، واندلع القتال في هذا المكان بالأسفل. وفي فترة ما بعد الظهر، بينما كنت في الطريق، تقدمت الدبابات نحونا، وكانت والدتي برفقتي، فقالت: يا عم، نحن ذاهبون إلى المزار لعيادة مريض. فمرت القوات من أمامنا، وسرنا خلفها من الجهة الأخرى، وفي نحو 11:10 أو 12 ليلا سلمناه إليهم، وقد اندلع القتال عليهم هنا. وفي ذلك اليوم كانت الطائرات تحلق في الأجواء، ولم تكن هناك أسلحة أو أي شيء آخر، وكان ابني جالسا معهم. وفي ذلك اليوم كانوا قد توجهوا إلى المزار لعيادة مريض، وكان الآخرون قد سبقوهم إلى هناك. أما أنا فكنت جائعا ولم أكن قد تناولت الطعام بعد، فتشونا مرة واحدة، ثم عدنا إلى المنزل. وبينما كنا نجلس لتناول طعام، أطلقوا النار عليه من الخلف، فأصابوه بطلقات نارية. لقد أثبت هؤلاء الجنود الوحشيون من خلال أقوالهم براءة الشهيد مورتش آغا، وأقروا بالجريمة التي ارتكبوها بحقه. الجريمة الثالثة. في عام 2010 الميلادي، اليوم 2 من شهر مايو، كانت فرقة القتل التابعة لنظام الاحتلال الأمريكي تقوم بدورية. توجهت الفرقة إلى منزل الملا دهداد، فذهب أحد أبناء الملا دهداد وأخبر والده قائلا: لقد جاء الأمريكيون. فخرج الملا دهداد إلى باب المنزل. قال له الجنود الأمريكيون بلغة بشتوية غير مفهومة: لا تتحرك، ارفع يديك واجث على ركبتيك. فعل الملا دهداد أوامرهم، وبعد لحظات قليلة استشهد. قام المدعي لحماية حقوق الإنسان باسم داتش أمام الأطفال الصغار والنساء بإلقاء قنبلة يدوية عليه أولا، ومع دوي انفجارها الوحشي أمطروه بوابل من الرصاص. وبعد مدة، ونتيجة لاعتراضات وجهاء القرية، جاءت مجموعة من قوات الاحتلال إلى القرية نفسها، مدعين أن الملا دهداد كان قد تعامل بحدة مع الجنود الأمريكيين، ولذلك قتل على أيديهم. لكن الملا دهداد لم يكن يحمل أي سلاح في يده، ولم يبدي أي رد فعل تجاههم. إن قصص استشهاد هؤلاء المدنيين الثلاثة في مديرية مايوند ليست مجرد حكاية عن مقتل بضعة أشخاص، بل هي تعبير عن واقع مؤلم واجهه آلاف الأفغان خلال سنوات الاحتلال. لن ينسى التاريخ مثل هذه الجرائم أبدا، وسيبقى ذكر هؤلاء الأبرياء شاهدا خالدا على المطالبة بالحق والعدالة والكرامة الإنسانية.